وهنا الحكم الدولي هيثم محمد علي يطلق صافرته معلن بداية اللقاء. نجف ونفط الوسط في ديربي النجف. الحداثة طبعا متمثلة بنفط الوسط، بينما العراقة للنجف، على اعتبار نفط الوسط يعني تأسيسه يدوب 10 إلى 11 سنة. الهجوم الآن لفريق نفط الوسط، قطع من فريق النجف والخطأ. ملعب النجف الأولمبي جوهرة الفرات الأوسط هو من يحتضن هذا اللقاء، لقاء لحساب المحطة 22 من قطار دورينا الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم موسم 2018-2019. بما أنه هي المباراة طبعا لنفط الوسط، نبدأ بتشكيل النجف. نجف بالأزرق وعلى يمين الشاشة، ويبدأ بعباس طالب بحراسة المرمى. خط الدفاع صفا جبار، محمد موسى، مهند الزيد، مصطفى عبد الجليل. بينما بالوسط كرار عامر، طاهر حميد، أحمد جبار وعلي رشيد. بالمقدمة كليم الله المحترف الباكستاني مع أبو ناصر حسين سلمان. هكذا يبدأ السيد ثار جسام مدرب فريق النجف، بينما السيد راضي شنيشي مدرب فريق نفط الوسط اللي يتم الآن سجاد المحاولة قطع للكرة. الوسط يبدأ بالحارس علي كاظم، خط الدفاع من اليسار إلى اليمين صباح عواد، حسين جمال، نبيل عباس، خضر علي. بالوسط فرناندو البرازيلي ومحمد صالح، على الأطراف أمير صباح، سجاد جاسم، مصطفى حسين، وفي خط المقدمة علي سعد. راجع الكرة لفريق النجف، مهند الزيد، لاعب اللي سبق أن بدأ طبعا مع فريق الكرخ، هو من عائلة رياضية معروفين بالترزيد، حكمة الزيد، مهند الزيد، أيمن الزيد. الدخول لعلي رشيد والمحاولة، لكن تصل سهلة لعلي كاظم. سلامة لعلي رشيد، لاعب المميز، لاعب الطلبة، لاعب الصناعات الكهربائية. لاحظ بهذا الدخول، وفرناندو البرازيلي قريب، لا وجود لخطأ، تصل لعلي كاظم. سيد راضي شنيشل طبعا خلفا لماجد نجم. المباراة مهمة أسوة ببقية المباريات، هكذا تحدث السيد راضي. والنقاط الثلاث هي الهدف. هنا علي كاظم حارس المميز اللي بدأ مع السماوة ولعب للصناعات الكهربائية، حارس مرمى المنتخب الأولمبي العراقي لنبارك للوصول إلى نهايات آسيا الأولمبية في تايلاند، بعد أن طبعا تصدر مجموعته على حساب اليمن وتركمانستان وإيران بقيادة المدرب المميز متوحد عبد الغني. شهد ذكريات طيبة مع نفط الوسط، على اعتبار الدرع الوحيد كان معه. عواد يلعب الكرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، علي سعد، لكن الإبعاد هذه المرة من النجف. هذا أبو ناصر كان مع نفط الوسط عند هدف وحيد وأتى إلى النجف، خطيرة وعلي كاظم يحصل محاولة جيدة. سلامة لعلي كاظم حارس مرمى فريق نفط الوسط. لاحظ انطلاقة حسين ناصر أو حسين أبو ناصر، حسين سلمان، لاعب نفط الوسط السابق، ما راح بعيد بنفس المحافظة، انتقل في المرحلة الأولى لاعب لنفط الوسط، المرحلة الثانية الآن مع فريق النجف. هدف لهذا اللاعب أبو ناصر على البحري والشرق، وعنده هدف وحيد مع نفط الوسط. سلامة لعلي كاظم حارس مرمى فريق نفط الوسط. لقاء المرحلة الأولى انتهى لنفط الوسط بهدفين مقابل هدف للنجف. أمير حامد وأمير صباح، هذا أمير صباح موجود بالتشكيل، بينما أمير حامد في دكة البدلاء.
بينما هدف النجف لطيب الذكر السوري اللي غادر الفريق محمد حمدكو 4 أهداف. وغادر النجف وهو متساوي مع معين أحمد اللي اعتقد عاد من رحلة علاجية مع فريق النجف. النجف قادم من فوز على البحري بهدف لحسين سلمان، بينما نفط الوسط تعادل مع نادي بغدادي في الجولة الماضية سلبيا أمانة بغداد. هي مباراة الثلاث وخاصة ما علمنا بأن لقاءات الفريقين ال5 الماضية عزيزي المشاهد ولا تعادل سلبي. خضر علي إلى الأمام، محاولة علي سعد وإلى التماس لفريق نادي النجف. هذا اللاعب مصطفى عبد الجليل لاعب زاخو ولاعب الكهرباء. الانطلاقة، التغطية حاضرة، حسين جمال يعيد الكرة هذه المرة لمحمد صالح، تصل للصباح أمامية. سجاد قريب، راجع الكرة إلى اليمين إلى خضر علي، تجربة مع الزوراء قصيرة وعودة إلى النجف بالنسبة لهذا اللاعب علي سعد. محاولة والتماس لفريق نفط الوسط. طاهر جسام المدرب الذي حصل على الدرع مع الشرطة في 2012-2013، انتصارات 6 اي نعم مع هذا المدرب. قبل استلامه النجف لم يحقق اي انتصار، واتى طبعا خلفا لمظفر جبار. بالنسبه لطاهر جسام يعني عنده 6 انتصارات و 6 انتصارات ال6 عن طريق طاهر جسام. بالنسبه للنجف انتشل الفريق من المركز الاخير الى المركز 11 الان. الامور طيبه طبعا مع طاهر حميد لاعب فريق النجف، وتدخل مع امير صباح لاعب المميز. خطأ على النجف على القائد طاهر حميد. حرة مباشرة لفريق نفط الوسط. أمير قريب 5 مواسم مع نفط الوسط، يعني هذا منذ أن تأسس الفريق. الله على جمهور النجف. أمير وإلى ركلة مرمى، محاولة جيدة لفريق نفط الوسط. ملعب جميل، أجواء رائعة، مطالبين الفريقين بتقديم مباراة ديربي، فعلا مباريات ديربي. عباس طالب حارس اللي يقدم مستويات جيدة مع النجف. كادر التدريبي للنجف طبعا علي حسن المساعد لطاهر جسام، حيدر عبود، إبراهيم سالم مدرب الحراس، بينما الكادر مع السيد راضي شنيشل. الدولي السابق الجوي طبعا جبار هاشم وصالح حميد مدربا للحراس. علي سعد لعب للزوراء وللقوى الجوية، واخيرا اتى من الصناعات الكهربائية. خضر نفط الوسط إلى الأمام، قطع هذه المرة محمد موسى، قاطع الكرة، محاولة خطيرة لنفط الوسط وتصل هذه المرة خرجت الكرة إلى ركلة مرمى. محاولة كانت طبعا من السجاد، قطع كرة للوسط. محمد صالح صراع يعطي الادفانتج. احمد جبار لاعب الارتكاز اللي يقدم مستويات طيبه الى علي رشيد، خطيره وركله جزاء. ركله جزاء للنجف. الدولي هيثم محمد علي لا يتردد بهذه الكره.
ركلة جزاء للنجف في الدقيقة 10 من عمر اللقاء. اوه حسين جمال، حسين جمال، حسين جمال، لاحظ لاحظ لاحظ. اوه صعبة جدا، صعبة جدا، لكن نروح مع هيثم محمد علي. ركلة جزاء، اكيد اصحاب الاختصاص راح يكون لهم كلمة. ثائر جسام يبحث عن هدف. ركلة جزاء للنجف. قايل لكم ديربياتهم ما فيها تعادل سلبي، كل مبارياتهم بها اهداف. طاهر حميد سجل على الكرخ من ركلة جزاء. طاهر حميد، طاهر حميد لفريق النجف، وامامه حارس ممتاز، حارس مميز علي كاظم. طاهر القائد للنجف، للنجف هدف للنجف، جول للنجف بهدف اعتقد عادل. هيثم محمد علي يعيدها، ربما دخول لاعبين. طاهر حميد سجل بالمرة الأولى، راح نشوف بالمرة الثانية هل ينجح. يعني ان تعيد ركلة الجزاء على لاعب، لكن طاهر، طاهر الله، طاهر حميد يا ولد يا ولد، اعصابه بثلاجة، اعصابه باردة. اوه على برودة اعصابك. طاهر جسام نظرة على الهدف، هدف اول للنجف. لاحظ بالمرة الثانية غير الزاوية. الكرة بزاوية وعلي كاظم بزاوية. هدف اول للنجف من ركلة جزاء في ديربي النجف في مرمى نفط الوسط. النجف ويسجل طاهر للمرة الثانية، يعني المرة الأولى والإعادة. هذا عبودي نجم النجف. ثائر جسام هدف أول بالدقيقة 12 من عمر اللقاء، راح يحلى الديربي. أحمد جبار يلعب الكرة، النجف رزيد، تمرير خطير الآن، والكرة كانت من أمير صباح، قطع للكرة. نفط الوسط سيبحث عن تقليص أو تعديل النتيجة. اي نعم تعديل النتيجة، بينما النجف يريد هدف ثاني. راح نشاهد ديربي جميل. حسين جمال لاعب طبعا كربلاء السابق. التمرير الآن أمير وخطيرة، لكن قطع للكرة مرة أخرى. مصطفى عبد الجليل يلعب الكرة إلى علي رشيد. حاول علي بالوسط، النجف وابو ناصر قطع للكرة بالوسط. طاهر حميد الكابتن إلى موسى، تلعب لصفا جبار لاعب نفط الجنوب السابق. محمد موسى النجف، وصراع خضر والى التماس. نجف والبداية الممتازة طبعا في المرحلة الثانية. طاهر حميد يصل إلى هدف الرابع، سجل على الكهرباء وعلى الكرخ وعلى نفط نيسان. فرناندو البرازيلي وصراع على الكرة، واعتقد خرجت الكرة إلى ربما ركلة مرمى أو خطأ لفريق نفط الوسط. راضي شنيشل مدرب اللي أشرف على تدريب الفرق الجماهيرية الأربعة، زوراء والقوى الجوية والشرطة والطلبة، عنده لقب وحيد. مدربين اثنين وعندهم لقب وحيد. ثائر جسام 2012 مع الشرطة، سيد راضي شنيشل لقب في 2010 أحرز الدرع مع الزوراء، وعنده وصيف مع القوى الجوية في 2007. النجف عندما طبعا يسجل أولا
خسر لقاء وحيد أمام نفط الوسط عندما تعادل مع، وكذلك تعادلات عند 3، عادل مع الكرك والقوى الجوية والشرطة، بينما نفط الوسط وخطيرة الله، هدف التعديل عن طريق علي سعد. علي سعد يأتي بالفرح بالسعد للعندليب. 1-1. حلوة المباراة، حلوة المباراة. علي سعد يعدل لنفط الوسط، يأتي بالفرح بالسعد لنفط الوسط. لاحظ خضر مرت بهذا الشكل، خطأ من الدفاع والمتابعة بالخبرة من علي سعد. هدف التعديل جميل الله من خضر، وأخطأ موسى، وبالتالي علي سعد يعدل لفريق نفط الوسط. حلو الديربي. 1-1 الآن. ديربي يبدأ بلهجة حادة. نفط الوسط تقدم أولا دقيقة 12 عن طريق طاهر حميد. الدقيقة 15 عدل علي سعد لفريق نفط الوسط. 1-1 الآن، والأهداف قادمة. انطلاقة من الباكستاني كليم الله، وسهلة إلى علي كاظم حارس مرمى فريق نفط الوسط. يلعب الكرة لصباح عواد، راجعة بالوسط محمد صالح. عملية التمرير إلى اليمين، خضر علي ظهير الأيمن لفريق نفط الوسط، واحد من الأسماء المميزة ويقدم نفسه بشكل ممتاز هذا المدافع ظهير الأيمن. انطلاق الآن علي سعد صاحب هدف التعديل. محاولة علي، التمرير خطيرة داخل منطقة الجزاء. أمير محاولة، راجع الكرة إلى اليمين، طالت على صفا. تماس لفريق نفط الوسط. نفط الوسط سابع الترتيب ب 31 نقطة. النجف بالمركز 11 ب 25 نقطة. خضر علي، عملية تمرير. لقاء سادس ما بين الفريقين، نقاط قليلة على اعتبار تواجد طبعا في 2014 2015 تواجد نفط الوسط لأول مرة بقيادة المدرب عبد الغني شاهد، وخطف اللقب وحقق ما عجز عنه النجف. ومن تتكلم عن النجف يعني أكثر من 32 سنة والدرع غائب عن هذا الفريق، لكن هو حقق المركز الثاني 3 مرات في تاريخه. النجف لقب الوصيف 94 95 بعد الزوراء بقيادة سيد ناجي حمود، 2005 بعد الزوراء بقيادة المدرب عبد الغني شاهد، 2009 بعد اربيل بقيادة المدرب هاتف شمرة، لكن ما حصل على اللقب. نادي النجف طبعا نادي المتأسس في الستينات كان باسم الغري، بعد ذلك 67 تأسس النجف، 75 تغير الاسم من الغري إلى النجف. حرة مباشرة تلعب لفريق نفط الوسط. صباح عواد، عملية تمرير إلى مصطفى، راجع الكرة محمد فرناندو، خضر علي، نفط الوسط، عملية تمرير لكن أقرب لعباس طالب. تعادل 1-1. حارس مرمى النجف إلى الأمام كليم الله، لكن تنقطع الكرة إلى نبيل عباس،
قائد الفريق 33 سنة، نجم طبعا آسيا 2007 على المنتخب الوطني العراقي، لاعب اللي عاش فرحة الدرع مع نفط الوسط في 2014. عملية تمرير، راجع الكرة مرة أخرى، فرناندو بالوسط، محمد صالح، عملية تمرير، مصطفى قريب، مصطفى حسين، راجع الكرة، عملية تمرير، علي سعد داخل منطقة الجزاء إلى ركلة مرمى. تغطية جيدة من محمد موسى، لاعب اللي يمثل السماوة الدولي هيثم محمد علي، حكم دولي 2009. مناسبة أول مباراة يديرها لنفط الوسط بدورنا، وعنده مباراة وحيدة مع النجف، المباراة اللي انتهت بالمرحلة الأولى بين النجف والكرخ بالتعادل 1-1. دقيقة 21 يا من تتابع العراقية الرياضية في كل مكان، ديربي النجف حبايب، تعادل إيجابي بال1-1. دقيقة 12 عن طريق طاهر حميد وعلي سعد بالدقيقة 16. سلامة سلامة لمحمد صالح إلى اليسار، نفط الوسط، صباح، عيدها، حسين جمال يلعب الكرة إلى خضر، عملية تمرير لأمير، محاولة والخطأ لنفط الوسط. بداية جيدة لفريق النجف بالمرحلة الثانية، انتصارا على الكرخ في بغداد 2-0 وعلى البحري في النجف بهدف، بينما نفط الوسط بداية غير طيبة، خسر هنا من المتصدر الشرطة بهدف وتعادل سلبي مع أمانة بغداد. أسابيع صعبة وساخنة على المدربين، على الهيئات الإدارية، على اللاعبين، كل مطالب بتحقيق النتائج. أمير عالية خطيرة، لكن تصل هذه المرة إلى محمد صالح وخطيرة، لكن أقرب لي عباس طارق حارس مرمى فريق النجف. لقاء سادس ما بين الفريقين في 5 لقاءات سابقة، متعادلين الفريقين، انتصار للنجف، انتصار لنفط الوسط، تعادل وحيد. أول لقاء في 2017 3-1 للنجف، يعني اللاعبين اللي يسجلوا الأهداف ما موجودين الآن، لا مع النجف ولا مع نفط الوسط. عدي جفال اللاعب السوري، أحمد الدوني المحترف السوري، هدفين لفريق النجف، بينما فرحان شكور لنفط الوسط. انطلاق الآن كليم الله الباكستاني، عملية تمرير، طاهر قريب، قطع للكرة، صباح يعيدها إلى حسين جمال، عالية الكرة، مصطفى قريب، الإبعاد هذه المرة، والانطلاقة من أمير لكن أقرب لمصطفى عبد الجليل. أحمد جبار، عملية نقل الكرة وتدوير الكرة من فريق النجف، لمسة نجفية، عملية التمرير، عيدها موسى إلى رزيج، للوسط كليم الله، صفاء جبار، استقبال جيد، طاهر صاحب الهدف من ركلة جزاء، محاولة المرور، حكم اللقاء يشير باستمرارية إلى مصطفى حسين، عملية تمرير، حاول مصطفى من اليسار لفريق نفط الوسط وخطير، لكن أقرب لعباس مالك. حس نفط الوسط أخطر على النجف، على الرغم من
يعني قلة المحاولات على المرمى. مباريات عديدة. الانطلاقة الآن خطيرة، أبو ناصر قريب لكن قاطع، ومحاولة من الباكستاني كلم الله، لكن قراءة ممتازة وقطع من نبيل العباس. كرة بها الوسط، محمد صالح عيد إلى نبيل عباس قائد فريق نفط الوسط، تمرير لخضر في ساحة لعب فريق النجف، عملية تمرير تدوير فرناندو، غير الوجه إلى اليسار إلى صباح عبود لاعب القادم من الديوانية بساحة لعب فريق النجف. سجاد عيد الكرة، سجاد جاسم، عملية تمرير، أمير لخضر، وهنا الخطأ والإعاقة لخضر علي ظهير الأيمن اللي دائما ما يكلف السيد راضي شنيشل بواجبات هجومية في مكان جيد، أخطر من الركنية لفريق نفط الوسط. 1-1. نفط الوسط عندما يستقبل هدف ترى يعود، يعني عاد وفاز 3 مرات على النفط والبحري والنجف وتعادل مع الطلبة. عالية الكرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، حاولت جيدة ضاعت من حسين جمال. نفط الوسط أفضل وأخطر من النجف، شوف بنفس سيناريو الهدف الأول بنفس الخطأ، ولكن المتابعة كانت جيدة من علي سعد، ضاعت على فريق نفط الوسط. أمامية من عباس، قطع للكرة، أحمد جبار يلعبها علي رشيد، حاول الآن علي يحاول يمر، تسليم أحمد إلى اليمين، صفاء جبار والتماس لفريق نادي النجف. سلامة لصباح عواد مدافع فريق نفط الوسط. غيابات نفط الوسط طبعا الدولي الكبير والمميز صالح سدير يعني بإجازة إلى لبنان، ويغيب أيضا بداعي الحرمان المغربي زكريا الإسماعيلي، بينما النجف اعتقد عندهم فقط يعني اللاعب معين، ربما معين أحمد. مباريات هذه الجولة وهذا اليوم طاهر جسام المدرب الذي قدم نتائج إيجابية للفريق، تحدث عن 15 مباراة أمام السيد راضي شنيشل، أيضا نتائج مميزة، لكن الشيء العامل المشترك للفريقين هذا الملعب. سنتكلم بعد هذه الفصل. صفاء جبار للنجف داخل منطقة الجزاء، أبو ناصر مرة أخرى المحاولة، أحمد وابعاد من دفاعات نفط الوسط، رزيج عملية تمرير إلى علي، انطلاقة خطيرة خطيرة خطيرة، مصطفى طولها زودها راحت عن طريق مصطفى عبد الجليل. العامل المشترك للفريق هاي جوهرة الفرات وهذا الملعب الجميل، يعني الفريقين نفط الوسط والنجف هذا ملعبهم أكيد بالدوري، لكن أكثر الهزائم وأكثر الخسائر للفريق تقوى بهذا الملعب. نفط الوسط كم مرة خسر لغاية الآن؟ يعني من 11 مباراة 5 مباريات خسر هنا في النجف على هذا الملعب. يعني
خسر بالصفر واحد طبعا من نفط الجنوب والميناء والزوراء والشرطة والكهرباء. دقيقة 30 يا من تتابع العراقية الرياضية بكل مكان. ديربي النجف 1-1 بين النجف ونفط الوسط. النجف أولا بالدقيقة 12 عن طريق طاهر حميد، بعد 4 دقائق وبدقيقة 16 علي سعد عدل لنفط الوسط. نجف 10 مباريات هنا، كم مباراة خسر؟ 4 مباريات. 0-1 من السماوة، 0-2 من أمانة بغداد، عنده 1-3 من الصناعات الكهربائية، وخسر هنا من نفط الوسط يعني 1. خضر قطع للكرة، انطلاقة علي رشيد لاعب المؤثر والمميز إلى كليم الله، لكن ابعاد هذه المرة من صباح إلى التماس. هذا الباكستاني كليم الله. النجف حاول تماس لفريق النجف. أكيد جماهير النجفية الكبيرة. نفط الوسط يعني نادي مؤسساتي تابع طبعا لوزارة النفط والدعم المتواصل طبعا السيد وزير النفط والسادة القائمين في اللجنة الرياضية بدعم الأندية النفطية. يعني عندنا نفط ميسان خامس الترتيب، النفط سادس، نفط الوسط سابع، نفط الجنوب تاسع، والنفط أكيد الإنجازات بكرة السلة يعني هو البطل للسنتين الماضية وقريب جدا من حسم اللقب بالباسكت بول طبعا بكرة السلة مع الشرطة. سجاد جاسم عيدها بالوسط، فرناندو لمحمد صالح، عملية تمرير، مصطفى حسين، خرجت الكرة إلى تماس لفريق نادي النجف. هذا محمد صالح كان بالصورة. انطلاق الآن، نفط الوسط، خضر لسجاد، خضر علي بالوسط، فرناندو البرازيلي، عملية تمرير اعتقد كان مع النجف. فرناندو الى نبيل، التدوير لفريق نفط الوسط لسحب طبعا لاعبي النجف. محمد صالح بتمريره الى امير، لكن حصل عباس طالب حارس مرمى فريق النجف. شوط اول جيد يعني في بعض الاوقات فوق درجة الوسط، وعندنا هدفين في هذا الديربي، ديربي النجف، تعادل بال1-1. خضر، محمد صالح، الانطلاق الآن، مصطفى حسين، خطيرة علي ولكن إلى الركنية. قطع جيد من كرار عامر، ركنية الآن. هذا كرار عامر يقطع الكرة، لاحظ مصطفى حسين بمحاولة خطيرة، بعد من كرار إلى الركنية. مصطفى عالية لنفط الوسط، الإبعاد هذه المرة من طاهر. محمد صالح قريب، ومصطفى عبد الجليل عيد الكرة بشكل ممتاز إلى الحارس عباس. شرطة في
الصدارة ب 51 نقطة. القوى الجوية بالمركز الثاني 44 نقطة. كرخ ثالثا، الزوراء رابعا ب 38 نقطة. أهم مباريات هذه الجولة: ديربي البصرة البحري والميناء، هناك نفط ميسان والقوى الجوية والزوراء وأمانة بغداد. وأكيد المباراة الكبيرة هذا اليوم النفط مع الشرطة المتصدر. فرناندو محمد صالح للبرازيل، عيد إلى نبيل، عملية تمرير خضر علي، عيد الكرة حسين جمال إلى فرناندو بالوسط، سجاد جاسم مساحة لعب فريق النجف، لاعب نفط الوسط يبحث عن خضر، خضر من اليمين، محاولة وتصطد بعلي رشيد إلى التماس، تماس لفريق نفط الوسط. انطلاق الآن، محاولة من سجاد إلى خضر، تمريرة خطيرة 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 وتصل لعباس طالب. مرة أخرى نفط الوسط، خضر عالية لكن لا وجود لأي لاعب، كرار عامر يتركها إلى صفاء، عملية تمرير طاهر ومحاولة خطيرة، صباح عواد، تمريرة وهنا الخطأ، خطأ لمصطفى حسين لنفط الوسط. لاحظ التدخل من صفاء جبار الظهير الأيمن لفريق النجف في مكان أخطر من الركنية لفريق نفط الوسط. لاحظ عملية التمرير من محمد صالح. نفط الوسط أفضل بالانتشار بالمحاولات على فريق النجف. سلامة لقائد الفريق طاهر حميد صاحب الهدف لفريق النجف من ركلة جزاء. جماهير غزلان البادية، جماهير النجف، الطفولة والبراءة والحضور، هاي جماهير النجف، جماهير غزلان البادية لها زيد والمؤازرة. حكم اللقاء اعتقد يعني ما احتسب خطأ سيد راضي شنيشل. مدرب فريق نفط الوسط، 9 مباريات للسيد راضي، 3 انتصارات على النفط واربيل ونادي الحسين، عنده 4 حالات تعادل وعنده خسارتين، خسر من الشرطة ومن الكهرباء. عنده تعادل 0-0 3 مرات مع نفط ميسان والصناعات الكهربائية وأمانة بغداد، وبال1-1 مع القوى الجوية. طاهر حميد، عملية تمرير، سجاد يقطع الكرة بالوسط، محمد صالح، فرناندو، قراءة ممتازة ويقطع كليم الله، أمير، تمرير، محمد صالح بالوسط، عملية تمرير إلى اليسار، حاولت التمرير من سجاد إلى أمير، أمير صباح، تغيير إلى اليسار، صباح عواد، نفط الوسط، حاول خذوهات، خطيرة خطيرة خطيرة، الله مرت من الجميع، والله فكرتها ممتازة. هذا طاهر جسام
مدرب فريق النجف أحمد جبار. بالكرة لكرار عامر، كرار عملية تمرير لطاهر، نقل الكرة وتدوير الكرة للاعبي النجف إلى اليسار، الانطلاقة من مناصر لكن بعيدة جدا إلى تماس لفريق نادي نفط الوسط. هذا نبيل عباس قائد فريق نفط الوسط، بينما هنا سيد راضي شنيشل. تماس الآن خضر علي. المدربين الاثنين ترى عملوا بصمة مع فرق، سواء السيد راضي شنيشل مع نفط الوسط وكذلك السيد ثار جسام مع فريق النجف. سلامة لأبو ناصر لاعب فريق النجف. نجف قدمت شخصيات رياضية أكيد، السيد ناجي حمود مدرب السابق ورئيس اتحاد الكرة السابق، من الشخصيات الإدارية أيضا الصايغ. هذا الهدف من ركلة جزاء لطاهر حميد لفريق النجف، وبعد ذلك عدل علي سعد بهذه الرأسية بمرمى فريق النجف. اكيد الاداري محمد جواد الصايغ، مدرب متوهج دائما عبد الغني شهد، راحل صباح القرعاوي. كرة اللعب بالوسط، أمير نقل الكرة لعلي لكن القطع هذه المرة. مهند رزيج ينتقل إلى الركنية لفريق نادي نفط الوسط. عباس طالب حارس مرمى النجف. أمير نفط الوسط داخل منطقة الجزاء والمحاولات، عملية تحضير إلى فرناندو البرازيلي لكن سهلة جدا لحارس المرمى عباس طالب. كرار عامر، أحمد جبار لاعب الارتكاز، عيد الكرة إلى موسى، محمد موسى لرزيج، عملية نقل الكرة، كرار لاعب الارتكاز إلى صفاء للجهة اليمنى، لمسة نجفية، نقلة إلى اليسار، زيج مهند أمامية، علي رشيد محاولة لكن قراءة ممتازة وقطع جيد من نبيل إلى أمير، الهجوم المرتد السريع مصطفى حسين، خطيرة 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 خطيرة، الله 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 الله، مصطفى حسين كل الزين بهذه اللقطة. لاحظ 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 لاحظ، أوه خطيرة على مرمى النجف بهجمة نموذجية، 3 إلى 4 نقلات، واهو خطيرة جدا من مصطفى حسين. كاد نفط الوسط أن يسجل. عبد الجليل، علي رشيد، عملية تمرير بالوسط، أحمد جبار لكرار عامر، عالية داخل منطقة الجزاء للنجف وإلى الركنية. دقائق الأربع الخمس الأخيرة جيدة، واحدة بواحدة، هجمة بهجمة. ركنية للنجف على يمين الحارس علي كاظم. طاهر حميد القائد الكابتن
صاحب الهدف الوحيد من ركلة جزاء بهذا اللقاء للنجف. طاهر على التنفيذ داخل منطقة الجزاء، الإبعاد من علي كاظم حارس المرمى. أحمد جبار يعيدها وسهلة لعلي كاظم. دقيقتين كوقت بدل ضائع. أضاف الحكم الدولي هيثم محمد علي على عمر شوط المباراة الأول. زيد تعادل 1-1 في ديربي النجف بين النجف ونفط الوسط. محمد موسى، زيد لمصطفى عبد الجليل، عملية التمرير. أبو ناصر مراقب محاصر من لاعبي نفط الوسط، وكان معاهم يعرفون خطوط. وبالمرحلة الثانية انتقل إلى النجف. تماس لفريق النجف الدولي هيثم محمد علي. انطلاق الآن من طاهر، خطيرة 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 خطيرة، الله إلى علي كان متمركز صح المكان اللي متمركز فيه، وبالتالي لو كانت على يمينه على يساره تكون أخطر. علي كاظم حارس مرمى فريق بهذه اللقطة كاد يسبب بمشكلة. فرناندو خضر عيد الكرة والخطأ. حرة مباشرة لأمير الصباح بهذه اللقطة. ثواني قليلة على نهاية شوط المباراة الأول. الدولي هيثم محمد علي. أحبتي متابعي العراقية الرياضية في كل مكان، ينهي شوط المباراة الأول في ديربي النجف حبايب تعادل بال1-1. وشوط المباراة الثاني من ديربي النجف، نفط الوسط والنجف، لحساب الجولة 22 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم موسم 2018-2019. لمن التحق بنا الآن شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل بهدف لكلا الفريقين. نجف سجل أولا من ركلة جزاء عن طريق طاهر حميد بالدقيقة 12، وعدل لنفط الوسط علي سعد بالدقيقة 16. فريقين غير وأماكنهم. نفط الوسط على يمين الشاشة عزيزي المشاهد، والسيد راضي الشنيشل على ما يبدو بنفس الأسماء. علي كاظم بحراسة المرمى. خط الدفاع من اليسار إلى اليمين صباح عواد، حسين جمال، نبيل عباس، خضر علي. بالوسط محمد صالح، أمير صباح، مصطفى حسين. الهجمة الأول والخطيرة لكن إلى عباس طالب يحصل. سجاد جاسم، فرناندو، محمد صالح، أمير صباح، مصطفى حسين وعلي سعد. هكذا يبدأ شوط المباراة الثاني ويبدأ اللقاء سيد راضي الشنيشل، على اعتبار ما أجرى أي تغيير في تشكيلة نفط الوسط وبنفس الحال. طبعا المدرب ثار جسام مدرب النجف بنفس الأسماء اللي بدأ بها اللقاء. عباس طالب بحراسة المرمى، من اليمين إلى اليسار خط الدفاع صفاء جبار، محمد موسى، مهند رزيج، مصطفى عبد الجليل، كرار عامر لاعب ارتكاز واضح في الصورة، طاهر حميد بالوسط، أحمد جبار، علي رشيد، كليم الله، وفي المقدمة حسين سلمان. تماس لفريق نادي النجف شوط المباراة الثاني. طاهر جسام مدرب النجف. صفاء عالية داخل منطقة الجزاء، طاهر الإبعاد هذه المرة محمد صالح، حاول علي سعد لكن راجع الكرة إلى رزيج، وسهلة جدا لعلي كاظم حارس المرمى. طول قامة ممتاز بالنسبة للحارس علي كاظم، طبعا مشروع حارس مستقبل للمنتخبات الوطنية العراقية، على اعتبار هو حارس مرمى المنتخب الأولمبي. انطلاقة من اليمين، خضر
يقدم شوط اول ممتاز طبعا. خضر علي هذا امير يعني مشكلين جهه يمنى مميزه، خطيره خطيره خطيره، الله مرت محمد صالح بتهديد خطير للعندليب نفط الوسط. ولاحظ الله حاول يركنها لكن طالت وفكرتها ممتازة، ضاعت على نفط الوسط أخطأ. نبيل عاد الكرة إلى تماس لفريق نادي النجف. 2017 كان اللقاء الثاني ما بين الفريقين، انتهى لنفط الوسط علاء الشبلي وصالح سدير، بينما أمير صباح هو من سجل للنجف. كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، عاد الكرة إلى الأمام. علي سعد، انطلاقة من علي، تغطية حاضرة من الزيد والخطأ. حرة مباشرة لفريق نادي النجف. علي سعد كان عنده وزن زيادة طبعا في بداية قدومه لنفط الوسط، لكن الآن يعني رشيق سريع، لاعب المميز، اللاعب اللي يمثل أندية كبيرة، لاعب للزوراء ولاعب القوى الجوية اعتقد وللطلبة وللشرطة. حرة مباشرة وخطأ لخضر، تدخل من الباكستاني طبعا كلم الله. بالوسط فرناندو برازيلي، إياب مؤثر أكيد لصالح سدير نجم الدولي الكبير. فرناندو إلى اليمين، خضر تمرير، انطلاقة مع أمير لكن قطع للكرة. إلى اليسار مصطفى عبد الجليل، عيدها زيد، حاول في لقاءاتهم الخمسة الماضية ما عندهم مباراة انتهت بال1-1، فقط تعادل وحيد بال3-3. 2018 1-0 للنجف طبعا جبار كريم. مباراة ال3-3 ايضا في الموسم الماضي كرار صالح وامجد عطوان وسجاد رعد، والثلاثة ما موجودين طبعا مع النجف. فارس حسون، محمد صالح، علاء عباس لنفط الوسط، فقط محمد صالح مع فريق نفط الوسط. مصطفى عيد الكرة، عاد من كرار إلى تماس لفريق نفط الوسط. الحداثة نفط الوسط عندليب الفرات تأسس في عام 2008 بسرعة الصاروخ، وصل إلى الدوري الممتاز وفي أول مشاركة خطف اللقب بقيادة المدرب عبد الغني، لكن هم أبطال من أكثر طبعا من 5 إلى 6 مواسم بكرة الصالات، ومثلوا العراق طبعا البطولات الآسيوية. ركنية لفريق نفط الوسط، نفط الوسط أفضل، أخطر على مرمى النجف. هذا خضر أو ربما اي نعم ركنية، وأمير شكلين جهة يمنى مميزة. عالية الكرة داخل منطقة الجزاء، بعد من كرار عامر. جمهور نجفي جميل، حلوة لجماهير غزلان البادية، لكن أكيد نتمنى الحضور يكون أكثر. بعد للكرة، هجوم الآن، محاولة خطيرة إلى الركنية. راضي شنيشل، مصطفى حسين اعتقد حديثه مع المدافعين، يقول لهم خلينا نلعب ب3. مصطفى حسين قادم من فريق نفط بيسان،
عالية الكرة خطيرة داخل منطقة الجزاء. خضر خضر خضر. الله جول الله جول. ضاعت على فريق نفط الوسط. أقرب إلى الهدف أبو ناصر وحيد في خط المقدمة. كل غلطة بورطة. ثاني يا كريم الله. هاي الباكستاني يعني لعبها بشكل غريب عجيب. هو باكستاني يا جماعة، هذا نطيه كريكت. هم بالكريكت هاي الامور ممتازين، لكن بكرة القدم فرصة ثمينة. ابو ناصر طاق هدية يا الباكستاني، لكن وين يعني تأخر باتخاذ القرار، كان بطيء ما عنده حل، وبالتالي غطى عليه فرناندو البرازيلي. ركنية الآن للنجف. طاهر عالية داخل منطقة الجزاء والرأسية وإلى ركلة مرمى. حلو ديربي النجف. ضاعت على النجف عن طريق الباكستاني كريم الله. لاحظ بهذه اللقطة ركلة مرمى لفريق نفط الوسط. إثارة ندية سرعة بشوط المباراة الثاني. بداية طيبة. سجاد جاسم حاول يمرر الكرة هذه المرة مع صباح، لكن قطع للكرة. زيد نجف إلى الأمام، خطف الكرة والخطأ الآن حرة مباشرة. كريم الله ثلاث إلى 4 مباريات لم يوفق تماما هذا اللاعب. كرات عامر لاعب الارتكاز عالية وإلى علي كاظم حارس المرمى. نفط الوسط المباراة القادمة سيلاقي الميناء في البصرة، بينما النجف أمير حاول إلى سجاد لنفط الوسط. صباح خطيرة جول. الله حلوة من محمد صالح، مرة باليسار ومرة باليمين، لكن تمركز ممتاز لعباس طالب. عبد الجليل يلعب الكرة بعد هذه المرة من صفا، عملية تمرير. محمد صالح قدم مباراة ممتازة. علي سعد تمرير إلى اليمين. خضر علي ينتظر. نفط الوسط فرناندو إلى سجاد. عملية تمرير بالوسط. نقل كرة تمرير مساحة لعب فريق النجف. أخطر فريق نفط الوسط. انطلاق دائما من الجهة اليمنى، الجهة النشطة، الجهة المنتجة والمؤثرة طبعا على فريق النجف. تغطية من موسى يبعد الكرة. ضغط من فريق نفط الوسط. تراجع نجفي. تسديد حاول، وهنا الخطأ. حرة مباشرة لفريق نفط الوسط. صباح عواد أدوار هجومية جيدة، لاعب القادم من الديوانية. بينما هنا التغيير مصطفى حسين سيترك المباراة.
ترك المباراة إلى 26. محمد قاسم، محمد قاسم، ثقة قاسم نصيف، محمد قاسم نصيف ثقة، يعني هذا عنده هدف وحيد طبعا على فريق النفط. اول تغيير للسيد راضي شنيشل، والد اعتقد قاسم نصيف اللاعب السابق. امير سجل بالمرحله الاولى، الله، خطيره خطيره عن طريق امير صباح، سجل بالمرحله الاولى مع امير اخر، امير حمد. الله الله الله، مرت بسلام على مرمى النجف، اخطر نفط الوسط. ركله مرمى، بينما تغيير اخر، بابا موسى بديلا لاحمد جبار بتشكيل النجف. هدف وحيد لبابا موسى على فريقه السابق طبعا الكرخ، المباراة اللي انتهت نجفية 2-0. ورقة بورقة، نفط الوسط سيشترك بديلا للقائد طاهر حميد، لاعب الايراني ميلاد نوري. طاهر حميد صاحب الهدف الاول من ركله جزاء للنجف بالدقيقه 12. بعد ذلك دقيقه 16 عدل نفط الوسط عن طريق علي سعد. يعني هذا تغيير مزدوج للسيد ثائر جسام مدرب النجف، لاعبين خلال دقيقتين. اشرك ميلاد نوري لان احس هذا اللاعب الايراني الواضح بالصوره قادم من الزوراء، ما لعب مع الزوراء كثير، لاعب نادي سايبة الايراني. و يعني المدرب ثائر جسام مدرب النجف ادخل بابا موسى وادخل ايضا ميلاد نوري لتقويه منطقه الوسط، لان حس بان نفط الوسط بدا يهدد النجف ويقترب من التسجيل. ابو ناصر سين والى الركنيه لفريق النجف. ساعه من اللعب يا من تتابع العراقيه الرياضيه في كل مكان. ديربي النجف بين النجف ونفط الوسط، حبايب بالتعادل بالواحد واحد. الشوط الثاني، شوف عزيزي المشاهد بعد هذه الكرة عالية من مصطفى خطيرة لكن الابعاد هذه المرة لمحمد. تمرير، حاول قطع للكرة والخطأ لفريق نفط الوسط. نجف مسجل 5 أو 22 هدف، اي نعم، عنده 9 بشوط المباراة الثاني لكن عنده 25 في شباكه. شوط المباراة الثاني دائما ما يعطي اهداف النجف، 18 هدف من اصل 25، 7 اهداف فقط في شوط المباراة الاول. نفط الوسط لا الحالة متقاربة، يعني عليه 14 ب 8 بشوط المباراة الاول، 6 بشوط المباراة الاول، حتى عندما يسجل عنده 15، يعني من الارقام الضعيفة بخط المقدمة. ثقة ثالث او رابع، يعني اسوأ خط هجوم بالنسبة لفريق نفط الوسط، لكن يبقى الشرطة
بأقوى خط هجوم ب 44 هدف وأقوى خط دفاع ب7 أهداف. انطلاق الآن ميلاد نوري، عملية التحضير والتمرير، لكن علي رشيد حاول قطع للكرة بالوسط. السجاد يلعبها لمحمد صالح، خضر تمرير أمامية الكرة، نبيل عباس وإلى التماس، تماس لفريق نفط الوسط، قائد الفريق الدولي السابق نبيل عباس. لاحظ كلم الله ولمسة يدك حكم اللقاء. في الوسط عباس صالح، تمرير عاد الكرة، انطلاقة من الإيراني، تغطية حاضرة، وعبد الجليل يلعب الكرة، حاول النجف وأقرب لعلي كاظم حارس مرمانا. بدأ النجف طبعا بدخول بابا موسى وبدخول ميلاد نوري اللاعب الإيراني. انطلاق الآن من اللاعب البديل الشاب محمد قاسم، حاولت المرور، مصطفى عبد الجليل، انطلاق الآن خطيرة لنفط الوسط، وحكم اللقاء لا يحتسب شيء. سجاد جاسم بهذه المحاولة صعبة جدا، لاحظ بهذه اللقطة تترك لأصحاب صعب. شوف بهذه اللقطة أعتقد هناك كارثة، لكن القرار لهيثم محمد علي الخطأ لعباس طالب لفريق النجف. محمد بالوسط، سجاد قطع للكرة، علي رشيد عملية تمرير إلى صفاء، انطلاقة والمحاولة وإلى التماس، تماس لفريق نادي النجف. لاعب 18 سيشترك، علي سعد سيترك المباراة لعلي حامد، أمير حامد صاحب الهدف، عنده هدف طبعا في المرحلة الأولى على فريق النجف. أمير حامد لاعب الديوانية السابق، عالية خطيرة داخل منطقة الجزاء، وعلي كاظم على دفع حارس المرمى. يعني الطريف بالموضوع في هذا اللقاء اللاعبين اللي سجلوا الأهداف تركوا المباراة، سواء طاهر حميد أو علي سعد، بتغييرهم بشوط المباراة الثاني. عرى مباشرة اعتقد البطاقة نعم، بطاقة صفراء على لاعب النجف مصطفى عبد الجليل، لاعب اللي سبق الممثل طبعا زاخو وهو لاعب للكهرباء. لاحظ عملية الإعاقة والخطأ، براءة، طفولة، أجواء جميلة في ملعب النجف. أعتقد سعة الملعب الحديث عن 35 أو 40 ألف متفرج، لا تشوف الحضور، لكن مطالب جماهير التواجد وحضور. لكن شوفوا الأرضية، يعني ملعب حديث، ملعب يعني حدث يدوب 2 3 سنوات على الإنتاج إلى صيانة أرضية ملعب النجف، هو تحفة. انطلاق الآن، قطع للكرة
من عواد صباح، تمرير قطع من بابا موسى. كليم الله الباكستاني والخطأ. طبعا هاي الحسنة الوحيدة لكليم الله. خطأ على حسين جمال للباكستاني اللي أضاع فرصة ثمينة لفريق النجف. لاعب جسام مع علي حسن، هذا هداف دوري ترى، كان مع الكرخي بسنة من السنوات، مدرب المساعد. لكن دار جسام وأنور جسام الحالة الفريدة بإحراز اللقب، عالية الكرة على كونهم يعني حالة فريدة في دورينا. أشقاء اثنين يحرزون الدرع بالدوري العراقي. أنور جسام مع الزوراء طبعا 78 79، وطاهر جسام 2012 2013 مع الشرطة. وعنده 3 بطولات في الأردن مع الفيصلي ومحمود، عنده بطولة مع الوحدات، عنده بطولة مع الجيش السوري. عائلة تدريبية رياضية معروفة. خطيرة، جول الله! ثاني للنجف. كوبي ميسي بنفس طريقة علي سعد. أبو ناصر ثاني للنجف. أعتقد أبو ناصر لو الإيراني. خلينا نشوف لا أبو ناصر الإيراني أعتقد ميلاد نوري بديل ناجح. لاحظ بديل بهدف جميل للنجف. ميلاد نوري لو صفاء جبار بهدف ثاني للنجف. ال 15 وال 16 والشكل. إذا صفاء جبار بالدقيقة 70 من عمر اللقاء يسجل للنجف. الغزلان بمرمى العندليب عن طريق صفاء جبار. لكن يا سبحان الله نفس الشوط، يعني الهدف الأول لفريق نفط الوسط بشوط المباراة. فرحة لجماهير النجف، فرحة للعندليب. الدقيقة 70 التقدم للنجف بهدفين مقابل هدف. نفس الخط، نفس الهدف برأسي لعلي سعد. هذا ما يحدث يعني مباريات كثير. خطأ هذه المرة على خضر علي. صفاء جبار لاعب القادم من نفط الجنوب. هذا عايد ذو الفقار، عايد بديلا ل10 محمد صالح. في ورقة ثالثة هي السيد راضشني. ذو الفقار عايد. والنادر زيد عاليا داخل منطقة الجزاء، عاد من فريق نفط الوسط. راجع الكرة، تماس لفريق نفط الوسط. كرة اللعب إلى اليمين، أمير، وعملية البحث على هدف التعديل لفريق نفط الوسط. هاي كرة القدم تعطي لمن يعطيه. نفط الوسط كان أفضل، أضاع الكثير من الفرص، وبالتالي
يسجل النجف. خطيرة الآن. الله 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 الله. خطيرة من محمد قاسم اللاعب البديل اللاعب الشاب. الله والإبعاد الممتاز من عباس طالب. برافو لعباس طالب. خطير الآن لنفط الوسط مرة أخرى. سجاد وإلى خارج الملعب. النجف يتقدم بال2-1. لكن شوف الله عباس طالب. راق شنيشل نظر على اللقاء. دفع بورقتين هجوميا. جماهير النجف غزلان البادية فرح والطرب والسعادة والمؤازرة على المدرجات. راجع الكرة. عملية تمرير إلى سجاد إلى اليسار. صباح عالية خطيرة 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 لفريق نفط الوسط. بحث عن خطأ. مصطفى عبد الجليل صراع على الكرة مع محمد قاسم. خطأ للإيران. ميلاد نوري خطأ على اللاعب البديل ذو الفقار عايد. وهل سيعود نفط الوسط في هذا اللقاء أم هناك ثالث للنجف؟ غدر عليه. مباريات كرة القدم الأرقام ضرورية، يعني الحيازة، بوزيشن، محاولات، الركنيات، الأمور الأخرى، لكن تاريخ دائما ما يسجل النتيجة. نهاية اللقاء ما يقول لك نفط الوسط هالقد هدف كذا ركنيات وأضاع حكم، يعني النتيجة بنهاية القصة. راجع الكرة سيد جمال إلى نبيل أو خضر. انطلاقة ضغط من لاعبي فريق النجف والخطأ. دقيقة 75 يا من تتابع العراقية الرياضية في كل مكان. هدفين للنجف، هدف وحيد لنفط الوسط. طاهر حميد افتتح التسجيل لفريق النجف في شوط المباراة الأول. عدل علي سعد وبعد ذلك صفاء جبار بشوط المباراة الثاني سجل الثاني. وافق راية سليمة من ميتم خماط وفرناندو. عيد الكرة نبيل إلى اليمين. غدر علي. نفط الوسط عملية تمرير. ذو الفقار عايد إلى أمير. صعبة جدا. حرة مباشرة لفريق النجف. خطأ على محمد قاسم. تغيير آخر للنجف. هذا علي قاسم غازي. ده هدف وحيد على أربيل بديلا لأبو ناصر. سيد سلمان. علي قاسم غازي على اعتبار لاعب آخر 9. علي قاسم موجود. هذا لاعب المنتخب الأولمبي العراقي. أبو ناصر. سيد سلمان يترك اللقاء لعلي قاسم، يعني مهاجم بمهاجم. هذا علي قاسم عنده هدف وحيد على فريق أربيل
يعني بالفريقين ما تلقى لاعب هداف للفريق بأكثر من يعني 5. لما نتحدث عن نفط الوسط أكثر لاعب سجل صالح سدير 3، بينما النجف عندهم حمدكو السوري ترك النجف، وعندهم معين أحمد 4. انطلاق الآن لفريق النجف. صباح عواد يقطع الكرة، صفاء جبار صاحب الهدف الثاني تقطع الكرة. فرناندو نفط الوسط قاطع من الرزيج. علي قاسم خطأ حرة مباشرة. هذا اللاعب البديل لفريق النجف. النجف يحاول أن يهدر الثمن. جماهير النجف غزلان البادية والفرح والمؤازرة. ثائر جسام في طريقه إلى الانتصار الثالث على التوالي، لكن أكيد 12 دقيقة وقت طويل في كرة القدم، لكن إذا ما حقق الانتصار ياهي يعني مرحلة ثانية بداية ممتازة. 3 مباريات بالعلامة الكاملة للنجف. أقول ليس بعد نفط الوسط فريق جيد، فريق يؤدي كرة قدم جيدة، ولكن ربما النحس توفيق نهاية في الوسط. نفط الوسط بالوسط يلعب الكرة. علي قاسم قريب، فرناندو عايد، تدخل الآن إلى اليمين، عالية الكرة خطيرة، ولكن إبعاد من محمد موسى إلى التماس. أمير خضر نفط الوسط، إبعاد من دفاعات النجم، راجعة زين جمال عالية خطيرة، الله أمير حامد برأسية، لكن تمركز جيد من عباس طالب. لاحظ ما كانت قوية، تمركز جيد سهلة لعباس طالب. خطأ الآن، حرة مباشرة. هذا أمير حامد سجل بالمرحلة الأولى عندما فاز نفط الوسط بهدفين. كرة اللعب علي رشيد لاعب المميز، لاعب الوسط، وعلي قاسم والخطأ والراية من ميثم خمان في هذه اللقطة. اعتقد يعني حالة سليمة، كان ممكن يشير بالاستمرار. على اي حال أمير بالوسط إلى سجاد جاسم، عملية تمرير نفط الوسط وإلى عباس طارق. حارس مرمى فريق النجف. نجفي بالمركز 11 25 نقطة، عنده 6 انتصارات 7 حالات تعادل 8 خسائر. نفط الوسط سابع الترتيب ب 31 نقطة، سيد رابط نجف مع جبار هاشم. نظرة على اللقاء، على الأقل التعديل بالدقائق الثمان المتبقية. 31 نقطة نفط الوسط، 8 انتصارات 7 حالات تعادل 6 خسائر لهذا الفريق. قطع من كرار عامر، قدم مباراة ممتازة إلى علي رشيد. علي ينتظر كرار،
انطلاقة. شوف بعض الحلول الفردية والخطأ. وين كليم الله الباكستاني الآن؟ 10 دقائق أكثر ما جاي يشاء. أكيد خيارات. سيد طاهر جسام هو المسؤول، ربما كلفه بواجبات يعني أخرى دفاعية، لكن ما شاهد الآن. عالية الكرة، حاول عايد. اوه بمكان خطير على كرار عامر. حرة مباشرة لمحمد قاسم، هذا اللاعب الشاب. حرة مباشرة، اللاعب الشاب محمد قاسم مصيف، لاعب القوى الجوية السابق. 27 سيشترك، لاعب جديد محمد مطر كما اعتقد. حرة مباشرة، أمير حاول بالمرة الأولى، بينما هنا ورقة أخرى. علي رشيد قدم مباراة ممتازة، يترك المباراة. واحد من الأسماء المميزة في هذا الموسم مع النجف، بهدفين على اربيل ونادي الحسين. لاعب الطلبة السابق، لاعب الصناعات احمد سالم يشترك 14. امير تسقط بالجدار مرة اخرى. نفط الوسط، واعتقد الراية والتسلل على فريق نادي نفط الوسط. مرة غير مباشرة. مصطفى محمد لاحظ، لا واحد 27 يشترك. لاعب آخر سجاد يترك المباراة لمحمد مطر بديلا كرة اللعب. ربما لخضر علي. انطلاقة الآن. نفط الوسط حاول تسديدة، يعني خلي نشوفه بالإعادة. خطأ لنفط الوسط بمكان جيد، كرات ثابتة كثيرة. هذه المرة على محمد موسى، والقرار ركلة جزاء. اعتقد يعني خارج منطقة الجزاء، لاحظ اعتقد خارج منطقة الجزاء. هاي توضح. لا يعني هيثم محمد علي بناء على المساعد طبعا. مصطفى محمد، لا هاي لقطة. هذه منين نجيب الفار؟ يعني النجف بركلة جزاء ظالمة وبقرار خاطئ من مصطفى محمد.
احنا عندنا اعاده وعندنا فيديو يعني، لكن هاي واضح. اعتقد يعني الوقوف للمساعد ما كان صح، النظر ما كان صح. الدولي هيثم محمد علي احتسبها خارج منطقته، لكن المساعد مصطفى محمد ركله جزاء. سجاد جاسم، سجاد للعندليب، سجاد نقط الوسط، سجاد ثاني للعندليب عن طريق سجاد جاسم. سجاد جاسم يعدل من ركلة جزاء غير صحيح، أقل ما أقول عنه ركلة جزاء ظالم، ركلة جزاء غير صحيحة. ولكن 2-2 الآن، تعادل حبايب في ديربي النجف. 2 النجف عن طريق طبعا طاهر حميد وصفاء جبار، بينما أهداف نفط الوسط عن طريق علي سعد وسجاد جاسم. ابعاد لي الكرة من بابا موسى، اعتقد رايحة للتعادل لل2-2 إلا إذا كان هناك هدف. سجاد طلاقة صاحب هدف التعديل إلى محمد قاسم، قطع للكرة عبد الجليل، عيده لإرزيج مهند، تماس لنفط الوسط، محمد مطر يلعب الكرة، الإبعاد الآن فرناندو، عملية تمرير أول، يعني 2-2 أول نتيجة تظهر بلقاءات الفريقين، هم تعادلوا بال3-3، لكن ولا تعادل سلبي بلقاءات الفريقين. لاحظ سجاد وهدف التعديل بأخطاء تحكيمية، لكن هي كرة القدم حلاوتها بأخطاء. لكن سيكون حديث طويل عن هذه ركلة الجزاء ببرامجنا التحكيمية، أصحاب الاختصاص الجميع. عالية الكرة وعباس طالب أكيد مؤثرة وغيرت من نتيجة اللقاء، لكن 2-2 الآن في ديربي النجف. في أقرب إلى الحارس علي كاظم، نفط الوسط على ما قدم بشوطي المباراة يستحق التعليق، لكن مو بهاي الطريقة. لكن نقول الأخطاء واردة وصعبة جدا. قال لها الحكم الرابع يعني يكون جهاز فيديو قريب، لازم عرض المباراة يعني، لكن هي قرارات بالثواني صعبة جدا. إذا نقول الفار صعبة هم الطاقم التحكيمي، لكن 2-2. أمير عالية، بابا موسى يبعد الكرة مرة أخرى بالوسط، مساحة لعب فريق نادي النجف. عواد وإلى التماس، تماس لفريق نادي نفط الوسط. عايد ذو الفقار حصل الكرة، خطيرة خطيرة، أمير حامد لا بعد ماكو جزاء. محاولة من اليمين أمير، وهنا الخطأ.
قطع على الإيراني ميلاد نوري، كرار عامر. حرة مباشرة وخطأ، والبطاقة على كرار عامر لاعب النجف. الدقيقة الأخيرة، ديربي النجف، تعادل 2-2. أمير صباح أمير يلعب الكرة، ابعاد من دفاعات النجف، راجعة عالية وخطيرة الرأسية وإلى ركلة مرمى. لا، انتهت بال2-2. نقطة للنجف نفط الوسط، 32 نقطة، سيبقى سابعا بانتظار نتيجة مباراة النفط والشرطة. النجف نقطة 26 سيكون عاشرا بفارق الأهداف عن أربيل. قطع للكرة عالية، يعني 10-11 ما بين أربيل والنجف. صدرت الحكم الدولي هيثم محمد علي تنهي هذا اللقاء، التعادل بال2-2 في